السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل بسكوت العيد بالنشادر بتاع زمان، وهنعمله كمان اقتصادي بدون سمنه وبدون زبده، وكمان هنعمله بالمكنه او المفرمه بتاعت امهاتنا بتاعت زمان. هيخلص معاكي في ثواني، سهل جدا وبسيط ونتيجته هايله. البسكوته دي رغم انها اقتصاديه لكن خفيفه جدا، ملهاش اي وزن، هشه مقرمشه كده وخفيفه، بتدوب في الشاي دوب. يلا لو لسه لحد دلوقتي ما عملتيش البسكوت تابعي الفيديو، بعدها ادخلي مطبخك وجهزي كميه جميله من البسكوت بكيلو واحد بس من الدقيق، واملي بيتك خير. يلا نسمي الله ونشوف المكونات وطريقه التحضير. هحضر كيلو واحد بس من البسكوت، وهكتب لك في صندوق الوصف مقدار كيلو، ولو عايزه تضاعفي هتضاعفي كل المكونات طبعا. الدقيق اللي هستخدمه لتحضير البسكوت دي مكتوب عليه الكحك والبسكوت او دقيق جميع الاغراض. هحتاج كيلو من الدقيق، هيكون طبعا منخول ومحطوط عليه ذرة ملح صغيرة، ومعلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر. هقلب كل الدقيق المكونات الجافة مع بعضها تقليبة كويسة كده، وهركنهم على جنب. وده نوع الدقيق حبيت اوريهولك، هو طبعا في منه انواع كتير، بس اهم حاجه يكون مكتوب عليه دقيق كحك وبسكوت او دقيق جميع فاخر جميع الاغراض. هركن الدقيق على جنبه. ودلوقتي في بوله هحط 5 بيضات. البيض ده حجمه كبير، لو البيض معاكي حجم صغير هتحتاجي 6 بيضات، ودي اكتر حاجه هتكلفك يعني في عمايل البسكوت هو البيض. لكن بقيه المكونات التانية متاحه وموجوده متوفره. ومعايا كوبايه ونص من السكر المطحون، والسكر ده انا طحنته في البيت. كوبايه ونص يعني 300 جرام، معاكي من 300 ل 350 جرام، ما تكتريش عن كده، لان كتر السكر في البسكوت بيخليه يفرش في الفرن. بضربهم كويس بالمضرب الكهرباء، وبحط عليهم فانيليا، وبخفقهم كده مدة 5 دقايق لحد ما اطمن ان السكر داب خالص مع البيض. بعد كده بنزل كوباية من الزيت، ودي حجمها بالظبط بالجرامات 220 جرام. بنزلها كده بالتدريج وانا مشغله بالمضرب، لحد ما المكونات كلها كده تختلط ببعضها، واحس ان الخليط لونه فتح شويه. بعد كده معايا نص كوبايه من اللبن الدافي، ولازم يكون دافي علشان ينشط النشادر. ودي معلقه كبيره ممسوحه من خميره النشادر، بنزلها وبقلبها. بفضل اقلبها لحد ما الاحظ ان اللبن ابتدى كده يفور شويه. كده انا اطمنت ان الخميره او النشادر فعاله ونشطه. ببتدي انزل اللبن اللي دوبت فيه النشادر على الخليط، وبضرب بالمضرب. وعلى فكره لو ما عندكيش مضرب كهرباء، بالمضرب السلك عادي جدا نخلط الخليط، لان ما فيهوش سمنه ما فيهوش زبده، فانا مش محتاجه يعني قوي المضرب الكهرباء. بعد كده بنزل المكونات الجافه، اللي هي الدقيق اللي اضفت عليه ذرة الملح والبيكنج باودر، بنزلهم بالتدريج. وببتدي كده اقلب، مجرد تقليب بس بالمضرب علشان الدقيق ما يطرش. وبعدين بشغل المضرب على سرعة هادية لحد ما الاقي الدقيق اختفى. بنزل كمية تانية، يعني بنزل الدقيق بالتدريج ومن غير ما ادلق الدقيق وابهدل الدنيا. وبعد كده بدخل بالاسباتيولا وبقلب بقى وبخفق، ب... يعني بقلب بدون عجن. بلم بس المكونات كده كلها على بعضها بدون عجن، علشان لو عجنت وقلبت كتير العجينة هتعمل معاكي عرق وهتغلبك وانتي شغالة بالمفرمة او بالمكنة. فهلم كده العجينة لحد ما الدقيق يختفي تماما، واطمن انها بقت عجينة كده متماسكة. هي بتبقى ملزقة شوية، بس هي بتبقى دي القوام بتاعها بتبقى كده مظبوطة. بجيب بقى الصواني او الصاجات اللي هشتغل فيها، بدهنها دهنة زيت بسيطة جدا علشان البسكوت ما يلزقش ويطلع معايا من الصينية بكل سهولة. ببتدي بقى اشغل المفرمة. طبعا المفرمة دي مش كهرباء ولا حاجة، دي يدوية، للي ما يعرفهاش اكيد كلنا طبعا عارفينها وعندنا منها في البيت. وسعرها مش غالي قوي تقريبا دلوقتي، انا كنت جايباها من فترة كبيرة من زمان، من حوالي 7 8 سنين كده، كانت تقريبا ب125. سمعت دلوقتي انها وصلت ل240 او 230 على حسب يعني. بنزل البسكوت في الصينية وهو دلوقتي مش متساوي، واحدة طويلة واحدة قصيرة، يعني شكله مش متساوي. بعد ما بنزله خالص ببتدي كده بسكينة بمشي على الأطراف وبسويه علشان بس يبقى شكله حلو يعني. ودي واحدة تانية، صينية تانية بس ما سويتهاش، دي كده نازلة يعني ايه تقريبا بطبيعتها، ما سويتش كل البسكوت. بكون مشغله الفرن وانا شغاله كده بالمفرمه على درجه حراره 170 من قبل ما ادخل البسكوت بربع ساعه. بعد كده بدخله على الشبكه زي ما انتم شايفين كده، في النص بيقعد حوالي تلت ساعه او 25 دقيقه لحد ما ياخد اللون الذهبي. انا يعني خد معايا اللون ده من غير ما اشغل الشوايه. لو لقيتي اخد اللون من الجوانب ومن تحت ومن فوق لسه ما لونش، افتحي عليه الشوايه وانتي واقفه جنبه، ما تسيبهوش وتمشي لحد ما يوصل للدرجة دي. بعد كده هنطلعه ونسيبه يتهوى، مش هنحركه من الصاجات خالص او من الصواني خالص
لحد ما يبرد ويبقى دافي كده واقدر امسكه بايدي. بعد كده هبتدي اعبيه في علب واقفله كويس علشان ما ياخدش رطوبه وما يطراش. البسكوت ده ممتاز، خفيف جدا وهش، وهوريكم دلوقتي شكله من تحت والفراغات اللي فيه. بسكوته هشه جدا وخفيفه وبتدوب كده في الشاي او في اللبن يعني. بصراحه طعمها لذيذ وريحتها حلوه وسهله. اسهل كمان من اننا نعمله بالكيس الحلواني، لان الكيس الحلواني بيبقى صعب شويه في الضغط عليه في النزول، وممكن بيتقطع وبيطلع العجينه، لكن المفرمه دي بتسهل عليكي الموضوع جدا. الكميه عملت 6 صواني، دول 3 منهم. بصي شكل البسكوته من قريب جميل ازاي، ودي درجه التسويه المظبوطه. شايفه الفراغات اللي من تحت؟ ده معناه انه هش وخفيف جدا ومقرمش. شكل البسكوته كده يعني هي بتتكلم عن نفسها. جربي اعملي منه ولو نص كيلو، هيديكي كميه جميله جدا. وزي ما قلت لك، اهم حاجه بعد ما بيبرد خالص بتعبيه في علب بلاستيك، او مثلا لو عندك علبه كرتون ممكن تفرشي بس ورق فويل، ما تحطوش على الكرتون على طول، او ما تفرشيش في العلب بتاعتك ورق زبده، علشان ورق الزبده هيشفط منه الزيت وهيبقى ناشف. شايفه البسكوته بتتقطم بكل سهوله ازاي، مقرمشة وهشة وخفيفة وطعمها في منتهى اللذاذة. كل سنة وانتم طيبين. يا رب تكون الفيديو عجبكم. ما تنسيش ان عجبتك الوصفة لايك وشير وسبسكرايب للقناة. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات احلى. شكرا ليكم، سلام عليكم.